بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. ومعانا سلسلة سؤال وجواب. في سؤال جديد معانا، عايزة ابقى افكركم بلينك صراحة بتجيني عليه الرسائل، فاللي عايز يبعت لنا رسالة يبعت لنا عليه الرسالة بتاعته، واحنا هنقراها مع بعض، وكمان اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا رأيهم معانا. طيب، معانا سؤال جديد بيقول لنا السلام عليكم، انا تعرفت على راجل متجوز. تمام. انا بكلمه واتس وانستجرام بس، واوقات مش كتير فون. كلامنا اغلبه هزار عادي، ولما بيفكر يتجاوز بوقفه عند حده. بيقول لي انه بيحبني. تمام. وانه مسيرنا نتجوز، وعمره ما يسيبني زعلانة ابدا. اوكي. بيتغزل في جمالي، ودايما بلاقيه مخزن اي صورة ليا على الانستجرام، ويبعت لي يوريني ده. المهم مراته عرفت. اوبا. الحكومة عرفت. ماشي. المهم مراته عرفت وجابت الاكاونت بتاعي، وبعتت كلام سيء جدا، بتتهمني اني شمال وخلافه. اوكي. ما ده المتوقع، يعني هي مش هتسكت لك اكيد. طيب، هو انا ذنبي اني حلوة، او انها مش مالية عينه؟ هو دلوقتي خاف منها وبطل يكلمني، وضحك عليا بكلمتين انها ام الاولاد وبتاع. تمام. طيب مادام بيحبها بيكلمني ويعشمني ليه؟ هو الراجل ممكن يحب اتنين، يعني ممكن بعد ما يتجوز يشوف واحدة احلى واحسن من مراته ويتجوزها، ولا هو اصلا كان بيتسلى زي ما قالت؟ انا عاوزة افهم منكم. طيب تمام. الراجل ممكن يتجوز واحدة واتنين وتلاتة واربعة، الشرع محلله، يعني احنا مش هنفتي في الموضوع ده. بس اهم شيء احنا نعرف ازاي الراجل ده كان عايز يتجوز فعلا، ولا بيتسلى زي ما مراته قالت. طيب، هو لو عايز يتجوز كان من اول ما انتوا اتكلمتوا مع بعض كان هيقولك انا معجب بيكي وعايز نتجوز، ونخش الايه البيت من بابه، او الباب من بيته، اي حاجه يعني، يخش المكان من مكان. طيب لازم يبقى فيه دخله. انما نقعد نتكلم وانستجرام، ويلم صورك ويتغزل فيكي ومش عايز وما يسيبكيش زعلانه ابدا قبل ما تنامي، ده سهوكه حضرتك، وده كان بيتسلى زي ما مراته قالت لك بالظبط. انتي زعلانه بقى ان مراته شتمتك. انا اعتقد ان ده انتي لو حطيتي نفسك مكانها، وواحده دخلت حياتك هتاخد منك جوزك ابو ولادك، مش هتسكتي لها. هي من حقها انها تشتمك، ومن حقها انها تقول اي حاجه عشان تحافظ على بيتها. هي خراب البيوت مش سهل. علشان احنا نقفل بيت اتفتح وصرفنا عليه وجبنا زوجة وخلفنا أولاد وي وي الكلام ده كله، قفلة البيت ده مش سهلة. وهو لما لقى ان الموضوع دخل في الجد هرب وجري. فهو كان بيقضي وقت لطيف وشايف ان احنا يلا نحنحة، يلا مش عارف ايه، يلا كده نتدلع ونتهنن شوية. انتي كنتي عايزة ايه من الحوار ده؟ يعني انتي قلتي في اول الكلام ان هو كان بيتكلم على ان احنا نتجوز، او بيتكلم او فيها التجاوز في كلامه، وانتي كنتي بتوقفيه عند حده. ولما مراته كلمتك وشتمتك انتي زعلانة قوي ومتضايقة. طب انتي كنتي عايزة ايه؟ يعني داخلة حياته عايزة ايه؟ كنتي فاكرة انه هيتجوز؟ ما هو كده بالوضع ده هو مش هيتجوز. خلاص، هو لما مراته اتكلمت يعني ولمت الحبتين، هو لم وجاب ورا. هو كده مش هيتجوز، هو كان بيقضي وقت لطيف. انت اهم حاجة تكوني متأكدة انت عايزة ايه علشان تقدري تمشي حياتك صح. لو انت كنت بتدوري على اصحاب او زمايل، الحتة اللي انت دخلتي بتدوري فيها دي غلط، مش دي الدايرة بتاعتك. زوج وزوجته، اكيد الزوج هيبص لك نظرة ان انت ست مش يعني فاضية، مش مرتبطة معاكي زوج وي هيقعد يفكر فيكي ولازم يقولك الكلمتين والكلام ده كله. والزوجة هتبقى بصالك ان انت جاية واحدة مش مرتبطة داخلة حياتنا، يعني معنى كده ان انت هتاخدي جوزها منها. فدي مش الحتة بتاعتك كأصدقاء وزمايل واصحاب ونتكلم مع بعض وناخد وندي والكلام ده.
موضوع بقى الجواز موضوع تاني، لازم نتكلم ونتأكد ان هو حد فعلا داخل في جواز، مش داخل ان احنا يلم صورك ويتفرج عليها ومعجب بيها ويخزنهم عنده ويفرج عليهم. مش هو ده الجواز. واصحابنا برضو وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لك رأيهم، واشوفكم في حلقة جديدة. أورفوار.